ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل كده مع بعض الكبده البلدي. زي ما انتوا شايفين كده انا مقطعه معانا كبده بلدي، قطعتها مكعبات، ومعانا ده كده القلب مقطعه برضو مكعبات صغيره او شرايح حسب ما انتوا عاوزين. تقدروا تصغروا الحجم عن كده لو حابين، بس كده كانت مكعبات الحجم بتاعها كان مناسب. ومعانا كده حته دهنه كانت مع القلب يا حبايبي، قطعتها كده مكعبات صغيره وحطيت معاها معلقتين زيت، وهديت النار خالص لحد ما ساحت بالطريقه دي كده. عاوزه اقول لكم ان كانت ريحتها جميله جدا. معانا كده معلقه توم عليها قرن شطه اخضر حامي، ومعانا نص معلقه صغيره كزبره. هنشوحهم كده مع بعضهم ونحط عليهم مكون هيخلي الكبده في حته تانية. عاوزه بقول لكم ان الريحه جميله جدا. احنا هنركن كده الدهنة على جنب لحد ما نشوح فص التوم كده وريحته تطلع. معانا بقى المكون ده كده هنحط معلقتين اتنين خل على التومة. عايزة اقول لكم ان الريحة كانت جميلة جدا جدا. بعد كده بقى هنقلب كله مع بعضه، وهننزل الاول بالقلب يا حبايبي مكعبات علشان بياخد سوا مش زي الكبدة. وهنشوحه كده هنقلبه وهنغطيه لمدة 10 دقايق، وهنركن الكبدة على جنب لحد ما القلب كده لونه يغير معانا. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك يا حبايبي علشان نرفع الفيديو فضلا من حضراتكم وليس امر. بصوا بقى كده القلب بتاعنا لونه غير وسيبناه حوالي 10 دقايق. بعد كده بقى هننزل بالكبدة المكعبات زي ما انتوا شايفين. انا مصفياها ما فيهاش دم خالص ومش هقلبها، هحطها كده واغطيها لحد لونها ما يغير زي ما شايفين. ومعانا كده بصلتين مقطعاهم شرايح او جوانح حسب ما بتسموهم، مقطعه الشرايح دي رفيع جدا. وهنزل بقى كده عليها على القلب والكبدة بتاعنا بعد ما تشوحوا لونهم غير. ومعانا كده قرنين شطة حامين، ومعانا قرن فلفل رومي، معانا معلقة ملح كبيرة، ونص معلقة فلفل، نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة، ونص معلقة شطة للي حابب. هنغطيهم بقى كده لحد ما البصلة ما دبلت. انا ما قلبتش خالص غير لما البصلة دبلت معانا، وبعد كده اقلبهم مع بعضهم وهنغطيهم لمدة 10 دقايق. زي ما انتوا عارفين يا حبايب قلبي ان الكبدة مش بيتحط عليها قوطة، لان لو حطيته على الكبدة قوطة طماطم بتشم ريحة زفرة فيها، انما الكبدة الاسكندراني مش بيتحط عليها قوطة خالص. احنا مش بنحط غير البصل والشطة الخضرا بس يا حبايبي. شايفين بقى؟ عايزه اقول لكم ان الريحه كانت جميله جدا جدا. هنغطيها بقى لمده 10 دقايق، هي مش بتاخد سوا كتير. وده كده بقى الشكل النهائي بتاعنا. شايفين شكل الكبده وجماله؟ زي ما قلت لحضراتكم كل ما تسيبوها على النار مش هتستوي معاكم، هتشد. الكبده مش بتحب سوا كتير يا حبايبي. شايفين بقى كده صوص البصل معاها عامل ازاي؟ عملت معاها بقى رز ابيض، تقدروا تاكلوها بعيش باللي انتوا حابينه. انا عملت معاها رز ابيض وسلطه خضراء. وكده بقى يا حبايبي ده كان كده الشكل النهائي بتاعنا للكبده الجميله. لو وصلتوا معايا لحد هنا انزلوا بسرعه حطوا اللايك عشان نرفع الفيديو يا حبايب قلبي. ده كده بقى كان الشكل النهائي بتاعها، كانت جميله جدا. يا رب الشكل يعجبكم واشوفكم على خير، وشكرا لاحلى متابعين، واستنينوا فيديوهات تانية.